اتحاد الكوره ورابطه الانديه المسؤوله عن المسابقات، ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه؟ انت تعرف تلعب دوري منتظم في ظل ان عندك اكتر من فرقه بتلعب في اكتر من بطوله؟ انت بتلعب دوري وبتلعب كاس، وعندك فيوتشر وبيراميدز بيلعبوا كونفدراليه، وعندك اهلي وزمالك بيلعبوا دوري مجموعات في دوري الابطال، وعندك منتخب مصر عنده اجنده دوليه وتصفيات كاس افريقيا 2023. اول ماتش بالنسبه له هيكون في شهر مارس القادم، بجانب ان النادي الاهلي هيلعب كاس عالم انديه. انتم محضرين نفسكم كويس كمسؤولين لحاجه زي كده، ولا الموضوع كان صدمه برضو بالنسبه لكم ولخبط لكم الدنيا ومش عارفين بقى اولكم واخركم ايه، وهنرجع نعيد نفس الازمه ونفس المشاكل ونفس القصص بتاعه المواسم اللي فاتت؟ ان نبص بقى الاهلي بيلعب في كاس العالم فيبقى عنده ماتش في الدوري يقول لك لا اجل لي، اصل انا بلعب في اكتر من بطوله، فيتاجل له الماتشات. يروح طالع لك الناحيه الثانيه الزمالك يقول لك لا ماليش دعوه، انت اجلت للاهلي اجل لي